مرحبا بكل المشاهدين بحلقة جديدة ومميزة من برنامجنا مع نبيع حدارة، إعداد الدكتور الإعلامي محمود حسن. يسعد مساكم بكل لغات العالم. اليوم موضوعنا بيحمل أهمية كبيرة ومكانة خاصة بقلب كل شخص بيعرف قيمة التراث والثقافة. رح نحكي عن اللغة العربية، هاللغة اللي بتمثل مش بس أداة لتواصل بل كمان جسر بين الماضي والحاضر وحافظة لحضارتنا وقيمنا. اللغة العربية هي واحدة من أقدم وأغنى اللغات بالعالم، مليانة بالتاريخ والقصص والجمال. اللغة العربية طبعا هي لغة القرآن الكريم ولغة الأدب والشعر اللي أثر قلوب الملايين عبر العصور. كمان بهالزمن صرنا بنواجه تحديات كبيرة لحمايتها وتعزيز وجودها بظل التكنولوجيا والانفتاح الثقافي. بهالحلقة رح نكتشف سوا شو اللي بيخلي اللغة العربية لغة سامية، كيف أثرت على باقي اللغات والثقافات، وليش لازم نحافظ عليها. حضروا حالكم لرحلة شيقة تبرز جمال هاللغة وأهميتها بكل جوانب حياتنا. خليكن معنا لنبدأ. الفقرة الأولى: جمال وأصالة اللغة العربية. شو الشيء اللي بيميز اللغة العربية عن باقي اللغات؟ وهل صحيح إنها أغنى لغة بالمفردات بالعالم؟ الإجابة طبعا، اللغة العربية تمتاز بتنوعها اللغوي والغني بالمفردات، بحيث تحتوي على ملايين الكلمات مع دلالات دقيقة ومتعددة لكل كلمة. كمان قواعدها النحوية والصرفية تعطيها مرونة وقوة بتوصيل الألفاظ. كيف أثرت اللغة العربية على لغات ثانية وخاصة اللغات السامية؟ فينا نقول إنها الأساس لها الثقافات. طبعا أكيد اللغة العربية أثرت بشكل كبير على اللغات السامية مثل العبرية والأرامية، حتى إنها لعبت دور مهم كجسر ثقافي وعلمي، وخلت كتير من المصطلحات العربية تنتقل للغات العالمية خاصة بالعلوم والفلسفة. اللغة العربية والتحديات العصرية. اليوم مع وجود التكنولوجيا والسوشيال ميديا في ناس بيقولوا إنه اللغة العربية مهددة. سمعنا كتير بهالحكي من 40 سنة 50 سنة، وخاصة في بلاد الغربة، وعم يقولوا كمان ببلادنا العربية إنه اللغة العربية بوجود التكنولوجيا حتكون مهددة. هل هذا الكلام صحيح؟ وكيف فينا نحميها؟ طبعا اللغة العربية عم تواجه تحديات بسبب استخدام المتزايد للغات الأجنبية على الإنترنت ومنصات التواصل. للحفاظ عليها لازم نستخدمها بشكل يومي بالتكنولوجيا، ونعزز المحتوى العربي الرقمي، ونشجع التعليم باللغة العربية. كيف ممكن الجيل الجديد ينجذب أكثر للغة العربية خاصة مع وجود لغات أجنبية عم تفرض حالها؟ طبعا لازم نخلي اللغة العربية أكثر جاذبية من خلال ابتكار محتوى حديث مثل الألعاب والتطبيقات والمسلسلات بالعربية، ونشجع التعليم التفاعلي اللي بيبرز جمال اللغة بطريقة عصرية. طبعا نحن بنعلم اللغة العربية، وطبعا نحن ببلد أجنبي يتعلمون الأولاد اللغة الإنجليزية. طبعا ما بيحكوها بالبيت، في بعض منهم ما بيحكوا اللغة العربية بالبيت، في ناس عم يتعلموها من أجل لغة حفظ القرآن وقراءته أو حفظه.
علينا هنا كمدرسين أو مدرسات إيجاد الأشياء لتطبيقها مثل ما بيعملوا الأجانب، حتى يشجعوا الأولاد يتعلموا باللغة الأجنبية بأيا كانت لغة. عندهم موارد، عندهم أشياء بيحضروها، بيعملوا أشياء تطبيقية عملية ممتعة للأولاد حتى ينجذبوا لهذه اللغة. أنا كمدرسة لغة عربية لازم دايما تبتكر أشياء تعملها، تحاول تتعلم من اللغات الأخرى شو عم يعملوا، شو عم يستخدموا. سير رفعت عباد، شو بتقلنا اليوم كيف تنصح الجيل الجديد للمحافظة على اللغة العربية؟ تفضل. المحافظة على اللغة العربية وخصوصا في المهجر الأسترالي اللي احنا عايشين فيه، تقع المسؤولية في رأيي كلية على الآباء والأمهات في البيت. الأم اللي في البيت اللي هي بتقود الأبناء في كل مسارهم وتصرفاتهم، هي المسؤولة هي وزوجها على اختيار الأبناء لدراسة والنطق باللغة العربية في المجتمع المهجري اللي احنا عايشين فيه. ده أولا. غير المهجر ككل بالعالم كل بنشوفهم عم يطبعوا باللغة بدون مش عربي، عم يقولوا أنا ANA مثلا أريد URID أيضا. هذا حتى منهم بيستعملوا اللغة، بيتشرفوا انهم ينطقوا باللغة اللي انت ذكرت الأجنبية، هم مثقفين يا رجل. مزبوط. طب انت ككل جيل الاولاد هلا الاولاد تبعونا بكل العالم، كيف بدنا نحافظ على هيدي التراث الاصيل للغة العربية؟ تفضل. هي اولا نحكي معاهم في البيت باللغة اللي احنا بنحكيها، اب وام واخت اكبر او اصغر في السن. دي اول حاجة طبعا، دي مهمة، ودي انا بعتبرها ما اسميها اللغة الثانية، ده second language. هي الحقيقة المفروض تكون the first language، لأن دي لغة المولد، الولادة، التناسل وهكذا. إنما نسميها اللغة الثانية لأننا عايشين في وسط المهجر اللي التعامل فيه كله بالإنجليزي، فخليها تكون الإنجليزية، بس العربية لغة مهمة جدا، سواء من ناحية التعامل مع الآخرين أو مثلا المحافظة على الدين بتاعنا أو اللغة بتاعتنا اللي احنا مولودين بيها. عندها قيمة، عندها موازي، عندها مفردات، عندها نحو، وعندها تقاليد وعندها قوانين وإلها قيمة من ناحية الدين أو من ناحية التعامل حتى مع الأشخاص الناطقين باللغة العربية من الدول الأخرى. في ناس كتير مثلا من فارسيين واتراك بيحكوا عربي. بالبرايمري العربي طبعا بيتعلموا احلى من اللي اصلا عربي امهم. بالضبط وبيقدروا العربي. تركيا اعطيتها جائزه عن جد بالضبط. طيب انا السؤال هون انه نحن بدنا نحافظ على اللغه العربيه، بيمرق كام سنه بيحكوا معهم، بعدين بيكبر الولد بيدخل بمجال العمل، بمجال الدراسه او شيء، بيبطل يحكي عربي وبيتعرف على ناس غير بينسى كثير من المفردات اللي نحن تعبنا كاهل وخليناهم بذهنهم. شو ممكن نعمل للحفاظ على هذا مشان اولادهم يتوارثوا، الاجيال تتوارث مع بعضها؟ بيتهيألي ما دام احنا عبرنا الخطوة الأولى اللي هي الأم والأب، يعني يأكدوا أنهم بيتكلموا بالعربي في البيت ومع أخواتهم ومع زملائهم في المدرسة حتى، دي أول نقطة. تاني نقطة، يتوقف على المدرس نفسه الناطق باللغة العربية على تحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار في اللغة العربية، لأن دي فيها يعني فايدة كبيرة جدا إلهم والمستقبل. المدرس إذا هو عنده الشغف لتعليم والقابلية والرغبة، الأشياء اللي بحضرها وبيخليهم يتسلوا مثل ما بيتعلموا أي لغة تانية، ويحببهم في تلاقيهم بيسألوني إذا الجمعة ما رحت لعندهم أو كنت مريضة ليش ما جيتي لعنا، أو نفس النهار ما فتت لعندهم كان في شيء تاني ليش ما جيتي أعطيتينا عربي.
يعني بتطلع يعني بتتفاجئ انه هل تحبين اللغه العربيه. عرفت كيف يا استاذ؟ الف شكر بروفيسور رفعت عبيد. شو بتقول لنا اخر كلمه؟ حاجه تانية ممكن اقولها لحضرتك، انت يو ار فيري ويلكم انك انت تو برينج يور تشيلدرن، التلامذه قصدي، اللي انت انا بحكي باللهجه دلوقتي. على الابتدائي هدول هلا الثانوي بنعلمهم لازم بس لما يوصلوا لمرحله تانية ويكبروا انهم يجوا يزورونا في جامعه سيدني ونفرجهم على اللي عندنا بندرسه بالنسبه للعربي واهميه اللغه العربيه. انا كنت على فكره لما علمت 32 سنه بسبب هاي سكول وبالهاي سكول والله يعني. وهون تنتهي حلقتنا اليوم، يلي كانت رحلة صغيرة داخل عالم كبير وغني اسمه اللغة العربية. تذكروا دايما انه هاللغة هي جزء من هويتنا وحضارتنا، ومن واجبنا نحبها ونحافظ عليها. شكرا لكل اللي عم يتابعونا، وما تنسوا تشاركونا آرائكم أسئلتكم على صفحاتنا بالسوشيال ميديا. منشوفكم بحلقة جديدة قريبا. إلى اللقاء.